فضيحة أخرى هو الكلام والثرثرة المتكررة عن موضوع رفع العقوبات. رفعوا العقوبات، ما رفعوا العقوبات، هنالك شروط أمريكية. كل هالتفاصيل على أساس أنه وجود أبو محمد الجولاني في أمريكا راح يساهم ويسرع عملية رفع العقوبات. هن عم يطالبوا قسد بالاندماج والاستسلام بموجب اتفاق 10 آذار 2025، وهم فاشلين حتى الآن في الدبلوماسية، لأنه فيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات عن سوريا. يعني عقوبات المفروضة على النظام السوري السابق هي نفسها العقوبات المفروضة على النظام الحالي، مش يتغير. والنظام الحالي يستحق هيك عقوبات، لأن سلوكيات هذا النظام أبشع وأزنخ وأكثر تعريصا ومنيكة من سلوكيات النظام السابق. ويعني سامحوني على هيك تعبيرات، لأنه هيك نظام يستحق هيك توصيفات. يعني فهي العقوبات الموجودة فشلوا في عملية تسريع رفعها. وكل ما قيل إذا بتراجعوا الأرشيف البصري للإعلام، إعلام من النظام السوري الحالي، وعملية التسويق والتهليل والاستبشار أنه العقوبات سترفع وزيارة الجولاني ستكون فتحا مبينا وتنجز، ومن كل تلك الجعجعة التي سمعنا عنها قبل وأثناء الزيارة الميمونة، وما في شيء، ما في شيء، لا شيء رفع ولا عقوبات رفعت ولا حتى زيارة رسمية. يعني اللقاء الذي جرى بين الشرع وترامب كان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مثله مثل غيره. ما كان في شيء محدد مجدول منظم مظبط مرتب خارج الاجتماعات. يعني كإدارة أمريكية، متى ما وافقت الإدارة الأمريكية على عقد اجتماع رسمي داخل البيت الأبيض وجرى هذا الاجتماع، يمكن لأنصار الجولاني أن يعولوا أو يناقشوا أو حتى يبرزوا الحجج ويضخوا جرعة من التفاؤل وكذا فيها. بس ما صار هيك شيء، ما صار في واشنطن ونيويورك في زيارة الجولاني. ما صار بعد الحمقى والأغبياء اللي من أنصار الجولاني في صاروا يسوقوا انه شوفوا في المكتب البيضاوي. لك شو مكتب بيضاوي يا غبي؟ ما واقفين يعني ومذكور في كل وسائل الإعلام أنه الموضوع جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شو البيت الأبيض وشو المكتب البيضاوي؟ واستقبل وين قصد ووين في كل موضوع بيحطوا قصد. يعني وكأنه يعني أي نجاح لنظام الجولاني هو هزيمة لقسد، هو انتكاسة لقسد. الموضوع مش هيك. يعني قسد عمليا هي جزء بطريقة أو بأخرى، من يوقع مع النظام الجولاني وجزء من النظام الجولاني، وقسد مرشحة لأن تندمج مع نظام الجولاني سواء بهذه الاتفاقية أو باتفاقية أخرى مطورة. هذا قائم. فأنت اللي راح تطلع بسواد الوجه يا غبي، سواء كنت كردي أو عربي، أنت اللي راح تطلع بسواد الوجه في نهاية المطاف. فقست حاليا هي مرشحة لأنه تكون جزء من نظام الجولاني أكثر منك يا أهبل، يا أهبل. هاي كمان مسألة العقوبات ورفع العقوبات وقانون قيصر والمسائل هاي. يعني أنا شفت الكيانات والأسماء اللي رفع عنهم العقوبات، ولا واحد منهم يعني قائمة. شفت القائمة التي وصلتني بحدود 80 اسم. أنا ما شفت الأسماء اللي محسوبة على نظام الجولاني حاليا ضمن هذه القائمة، وأرسلت لي من صديق معارض يعني وثقة، وهي منشورة. يعني بإمكانكم العودة لهذه القوائم. ما في
الأسماء التي يُعتَد بها أنس خطاب وما باعرف شو الرؤوس الكبيرة اللي في نظام الجولاني ضمن يعني من رُفع عنهم العقوبات. رامي مخلوف شمله الموضوع، ونظام الجولاني ما شمله. فيعني أكلوها خازوق في قصة موضوع العقوبات، يعني خازوق محترم ومرتب من يعني أمريكي، خازوق أمريكي على تركي على ما باعرف شو يعني. المهم هي كمان كانت إحدى الفضائح في سلسلة فضائح الجولاني في الديار الأمريكية.